رجعت ريما لعادتها القديمة ما وراء الأمثال. تعال أحكي لكم الحكاية. دي حليمة وده حاتم الطائي، والاتنين متجوزين، لكن في فرق جوهري كبير بين الاتنين. حاتم راجل كريم على الكل، إنما حليمة بخيلة لدرجة إنها كانت لما تحط السمنة في الأكل إيدها تترعش علشان تظبط السمنة. في يوم حاتم زهق وقال لها: حليمة، أجدادنا زمان كانوا بيقولوا إن السمنة اللي بتحطيها في الأكل كل ما بتزوديها عمرك بيزيد. وطبعا هي صدقت ما لقيتها وصدقت الموضوع وبدأت تغرق الأكل سمنة، وقال يعني هتعيش أطول والأكل بقى أحلى والناس مبسوطة. وبعد كام سنة وبعد ما بقى الست الكرم كله، ابنها الوحيد مات، ومن ساعتها قلبها اتقفل وغلط خلاص مش عايز أعيش، ورجعت تبخل في الأكل تاني ووقفت السمنة علشان تموت أسرع. ومن هنا يا سيدي الناس قالت رجعت حليمة لعادتها القديمة، ومع مرور الزمن الاسم اتغير وبقت ريما بدل حليمة. واظن ان انت عارفه تستخدم المثل ده امتى. وبس كده، لايك وفولو واستنى مني قصص تانية من ما وراء الامثال.